في حب بيفضل عايش جوانا حتى بعد سنين، حتى بعد ما كل واحد فينا راح في طريق. طب لما الشغل يجبرنا نقابل حبيبنا القديم والماضي يطلع كله مرة واحدة، يا ترى هنختار قلبنا ولا هنهرب تاني؟ فتبتدي قصتنا مع كيانو وهو خايف ينشر مقال بيتكلم فيها عن خيانة جوز حبيبته السابقة، وبيروح ياكل وزميله بيعرفه إنه نشر الخبر خلاص، والأخبار بتملى البلد وبتبقى فضيحة للكل. فبيتأثر قوي وده بينه يوم عنب وهرجع تاني للشرب بسببك يا سيون. طب مين سيون؟ وصحابه بيحاولوا يهونوا عليه بس هو بيكون شايف إنه دمر حياتها. فبتسأله سيون انت خايف ولا ايه؟ ارنلك عليها عشان ترتاح. فبيلاقي اتصال وبيقلق قوي لا تكون هي، وبيطمن لما بتطلع مديرته وبيروح الشركة وزميله بيقوله سمعت انك بقيت بتشرب. فبيرد عليه ومحدش قالك اني ما شربتش وبعدين انت مالك؟ فبيقوله على فكرة بقى ريحتك وحشة. فبيطلع البرفيوم وبيرش منه. فبيقوله كل ده علشان مقالة عن الممثلة دايهي. فبيرميه بالقلم بس المديرة بتمسكه. المديرة بتقوله يعني شارب ومش قادر تتخطى حبك بقالك 18 سنة؟ هي ايه الخيبة دي؟ فزميله بيقوله ايه ده؟ هي طلعت سيو حبيبتك؟ فبيكون عايز يحط الماوس بقى جوه بقه عشان يخرس، وبيفضل في الشركة لحد بالليل يتفرج على صور سيو. وعشان نعرف مين هي سيو اللي عمالين نتكلم عليها من الصبح بنرجع فلاش باك لربيع 2007 لأول لقاء بين سيو وكيانغ. وسيو بتستنى صاحبتها عند الجامعة وكيانغ بيكون ماشي وبيطلع تليفونه بس بيوقع فلوسه على الأرض. فبيلمها بس مش بيلاقي عملة واحدة، وزميله بيسأله بتعمل ايه يلا؟ فبيرد عليه ضيعت عملة 500 وون وانا كنت عاوز اشتري بيها لبن بالموز. بس بيمشي لانه اتأخر على الاحتفال بتاع الجامعة. وبيبان كده على سيو ان هي اعجبت بيه من اول نظرة لانها بتروح تدور على العملة وفعلا بتلاقيها بس بتطلع العملة مخرومة. وبتروح تجيب هي لبن بالموز وبتشربها وبتروح وراه. وبيكون في مهرجان في الجامعة وهي ماشية بتوقفها بنت اسمها سيونغ اللي هي صاحبته وبتقول لها خدي مكاني ل5 دقايق بس، وبتسيبها وبتطلع تجري. فبتقعد وخلاص بس بتتفاجئ ان هو اللي جالها يملى طلب الانضمام للنادي. فبتقوله هو انت ما شفتش نفسك في المراية؟ فبيزعل قوي وبيجي ماشي بتقوله املى الاستمارة، مش قصدي ان انت وحش. ولما بيقعد يملى الاستمارة بتفضل تتنمر عليه لحد ما بتيجي سيون وسيو بتمشي. فبيطلع يجري وراها وبيقول لها انت لازم تعتذريلي عشان كلمتيني بطريقة وحشة. فبترد عليه لا وحياتك انا قلت الحقيقة، شكلك كبير فعلا. وبيجي يمشي بتنادي عليه فبيقول لها انت اسمك ايه يا بت؟ انت عايزة مني ايه؟ فبتقول له تاني تعالى نشرب وانا اقول لك على اللي انت عايزه. فبتاخده وقتها وبتمشي. ولما بيروحوا المحل مش بتجاوب على ولا سؤال من اللي بيسأله لها غير لما يشرب، وكل مرة بتزود له الكمية لحد ما الليل بيليل عليهم وبتبقى ضلمت معاهم على الآخر. وبتسيبه في المحل وتروح تركب عربيتها مع السواق بتاعها. تاني يوم بتروح سيو الجامعة لكيونغ وبتقوله يلا، ومش بتستنى ان هو يوافق حتى، وبتاخد شنطته وبتمشي. فبيطلع يجري ورا المجنونة دي وبتاخده على مطعم. فبيقول لها ارحميني بقى، ده انا بسببك نمت في نادي التمثيل للجامعة، اشوفك في نادي الجامعة. وبتسيبه وتمشي. ولما بيروح يحضر المحاضرة مش بيكون مركز غير مع تليفونه ومستني الوقت يعدي بسرعة عشان يروح يشوفها. وفعلا بيروح النادي وبيبدأ يتعرف على الأعضاء اللي بقوا صحابه وبيفضل يستناها لحد بالليل. وهي بتروح فعلا بس قبل ما بتدخل مامتها بترن عليها وبتقول لها كلام قاسي شوية. فبتزعل وبتمشي. وهو كمان بيزهق وبيمشي بس بيشوفها صدفة وهو مروح وبيقرر انه هيتجاهلها بس مش بيقدر. وبيرجع يشوفها قاعدة كده ليه. بيقول لها الدنيا ليلت واخر باص هيمشي ومش هنعرف نروح على فكرة. فبتقوله للدرجات دي انت خايف عليا؟ فبيرد عليها بمنتهى القسوة وبيقول لها انتي محرومة حنان ولا ايه؟ وبيكون لسه هيصالحها
بس بتضحك وبتبين عكس اللي جواها، وبتاخده من ايده وبتطلع تجري، وبيركبوا مع بعض الباص على الرغم من ان السواق بتاعها بيكون ماشي وراها بالعربية، وبيسمعوا اغاني وبيكونوا مبسوطين قوي. ولما بينزلوا من الباص بتسأله على رقم تليفونه وبيتوتروا الاتنين، بس بيكتب لها الرقم وخلاص، وبتبعت له رسالة تهزر معاه فيها، فبيفرح من كلامها وبيفضلوا يضحكوا سوا. ولما بنرجع من الفلاش باك بيكون روح البيت وصاحبته بترن عليه وتعرفه ان سيو عايزة تتكلم معاه، فبيقول لها لأ وبيقفل تليفونه خالص. تاني يوم في الشركة كل ما التليفون يرن يبقى متوتر قوي، لا تطلع هي وبتجيله رسالة من رقم غريب مكتوب فيها كلام بيخليه يرجع فلاش باك، وبيبقى كيونغ وسيو في حفلة نشر كتاب، وبتكون سيو زهقانة وعاوزة تمشي، بس بيدخل اللي هيحكي عن الكتاب وبيبدأ يسأل في حد يعرف حاجة من قصايد الكاتب، وبيرفع ايده كيونغ وبيقول أنا عارف، وبيكسب وقتها قسيمة شراء، وسيون بتكون مبسوطة علشان هو مبسوط. ولما بيخرجوا من المكان بتسأله هي إيه القصيدة دي، فبيحكي لها إنه الكاتب حب مراته قوي، ولما ماتت كتب لها يا ريت لو كان النصيب اتبدل واموت انا وتعيشي انتي، وقتها هتعرفي حجم وجعي. فبيضحكها وبيهزروا مع بعض شوية، وده بيكون نفس الكلام اللي مبعوت له في الرسالة في الحاضر. ولما بنرجع من الفلاش باك بيكون مروح البيت، بس بيلاقي سيو في وشه، وبيروحوا كافيه علشان يتكلموا، فبتقول له وقتها انت بتلبس من الماركة بتاعتي وبتتكلم عليا يا بجحتك، فبيرد عليها يعني الحق عليا اني بزود عدد مبيعاتك يا اختي، فبتقوله هي زيادة من غيرك عامة. فبيقول لها طب بخصوص الكلام اللي كتبته عنك، ترد عليه وقتها وبتقوله يعني تختفي من 10 سنين وجاي تقولي كلام كتبته عني. وبتتكلم معاه وقتها عن مسرحية كانوا هيعملوها زمان، وبيبان كده ان الحوار كبير لاننا بنرجع فلاش باك تاني وهو بيوريها ورق المسرحية، وبتكون العلاقة بينهم متطورة شوية لدرجة انها بتكون نايمة على رجله، وبيجوا اصحابه وبياخدوهم معاهم لمطعم عشان يتعرفوا على بعض، وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا، وبتكون مبسوطة لحد ما مامتها برضو بترن عليها. ولما بتروح على البيت مامتها ما بتسكت لهاش ابدا، وبتفضل تهزق فيها جامد عشان عاوزة تسيب جامعتها بره وتدرس هنا، وبتفضل تقول لها ناقصك ايه عشان تعيشي واحدة بكرامتك، وكمان مسكالي ادوية اكتئاب وعندك اكتئاب، ناقصك ايه انتي عن غيرك. وبتفضل تجرحها بالكلام قوي وبتسيبها وبتمشي. فبتروح سيو على الأوضة وبتكون حزينة جدا ومنهارة، وبتروح تاخد كل أدوية الاكتئاب بتاعتها مرة واحدة، بس بتتراجع على آخر لحظة وبتطلعهم من بقها وبترميهم، وبتطلع تجري من البيت وهي مقهورة. بس للأسف بتنسى تليفونها، فبتكلم كيونغ من تليفون عمومي، فبيروح لها جري وبتحضنه في نص الشارع وهي عمالة تعيط، وهو بيكون خايف عليها قوي، وبتفضل تعيط في حضنه وبيفضل يهون عليها. فبتعترف له وقتها ان هي بتحبه، فمن الفرحة قلبه كان هيخرج من مكانه، وبيعترف لها انه وقع في حبها من اول نظرة، وانه اصلا قدم في نادي التمثيل عشان هي كانت قاعدة هناك، وانه ما كانش يعرف ده نادي ايه اصلا. فبتفرح قوي وبتديله سكر صغير. وبنرجع بقى من الفلاش باك وبنلاقي حد بيصورهم، وبتبدأ تعرفه وقتها ان هي اتطلقت، والفضل يرجع ليه طبعا بسبب اللي نشروا عنها. فبيقول لها يا ست اضربيني وخلاص انا راضي. فبتقول له انا والله مش زعلانه، انا حاولت اصلا اتطلق منه كتير قوي لانه كان خاين، وكانوا اصلا كلهم بيكرهوني عشان كنت بتعالج من الاكتئاب. فبيزعل عشانها قوي، وبتقول له هعرفك خبر كمان واكتبه عندك، بس يا ريت تبيني وانا قويه وان انا اللي كنت عايزه كده. فبيتضايق منها قوي وبيقول لها ما تبطلي بقى تبيني على طول ان انتي قويه وانتي مش كده خالص، وبيهنها جامد بالكلام، وبينهي معاها كلامه بجمله قاسيه شويه اننا هنتقابل تاني في جنازتك او جنازتي، وبيسيبها ويمشي وهو موجوع، وهي كمان بتكون موجوعه قوي.
وبعد مرور شهر بتكون الصورة اللي اتاخدت ليهم انتشرت في جريدة منافسة تحت عنوان طلاق سيو وإنها على علاقة. فبتتعصب المديرة: مادام معاك خبر طلاق سيو وكنت قاعد معاها، ليه ما نشرتش الخبر في الجريدة هنا بدل ما بقيت سبب في خراب الشركة ورفضي؟ وبتاخد بعضها وتلم حاجتها وهستقيل بدل ما اترفض أحسن. في نفس الوقت ده بتكون أخت سيو بتتفرج على الخبر من الشركة وبتقول: هم أخدوا فلوس عشان يصوروها وفي الآخر مطلعين أختي وحشة. طب يا ترى هي صورتها ليه؟ وبيدخل وقتها جوزها المصون والجوهر المكنون: مش المفروض نمسح خبر أختك؟ وإيه علاقة أختي بالشركة؟ مش فاكرة خبر المخدرات اللي نزل عنها وكان سبب في نزول الأسهم؟ وجي يون بتكون عارفة إن جوزها السبب في طلاق أختها أصلا، وهو بيكون السبب فعلا، وهنفهم ده بعدين. وبيقعدوا الأختين يندبوا حظهم على جوازاتهم المنيلة، وبترن مامتهم: مين الراجل اللي مع سيو في الصورة؟ هو الواحد ما يعرفش يرتاح منكم شوية؟ فبتعرفها إن أختها كبيرة ومش كل ما تقابل حد أو تقعد معاه هتقعد تبرر، وبتقفل معاها. فبتسأل سيو أختها: هم ليه بيصوروني؟ هو أنا مشهورة؟ فبتتوتر وبتقول لها: طبعا يا حبيبتي، ده انت المفروض تبقي سفيرة العلامة تجارية أصلا. وبتسألها عن كيونغ، فبتقول لها: قابلته علشان المقالة اللي كتبها عني، وكده كده أنا هسافر ومش هرجع تاني أبدا. فبتحاول تقنعها إنها ما تسافرش وتشتغل معاها في الشركة، وبتهزر معاها وبتقول لها: ده انت يا شيخة لو سافرتي الولا ممكن يعنس. بالليل بيكون كيونغ بيساعد مامته في توصيل طلبات المغسلة، وبتسأله عن الأخبار اللي نزلت عنه وإن الحي كله بيجيب في سيرتك. فبيعرفها إنها زميلة قديمة يا ماما. فبتقوله: فرحت على الفاضي، فكرتك هتتجوز واحدة غنية. تاني يوم بيكون كيونغ بعت سيونا تتكلم مع سيو في موضوع الأخبار اللي نزلت عنهم، وإنهم ياخدوا صورتين كده علشان يبينوا إنهم صحاب من زمان. فمش بيعجبها الكلام ده، وبتاخد سيونغ وبتروح على بيته. ولما بيشوفها بيتصدم وبيمسك في صاحبته، بس بتسيبه وتجري، وبيقعد على الأرض يندب في حظه. ولما بيدخل بيقول: إزاي سيونغ تجيبك البيت من غير استئذان؟ فبترد عليه: ما انت عملتها قبل كده. وبيرجع فلاش باك لما خدها البيت سيونغ عشان كانت مفهماه إنه مش معاها فلوس تركب تاكسي وتروح. تاني يوم بتكون قاعدة مع كام السواق، وبيكون جايب لها حاجتها عشان أمها ما تعرفش إنها باتت برا البيت. وبيسألها: هتفضلي تكدبي على صحابك إن انتي مش معاهم في الجامعة وإن انتي بنت صاحب شركة جرام المشهورة؟ خايفة لو عرفوا إن أنا بنت رئيس شركة جرام يغيروا معاملتهم معايا. فبينصحها إنها تعرف أصحابها الحقيقة: وأنا عندي ليكي سر خطير، أهلك يا ستي هيسافروا لمدة 4 أسابيع برا البلد. فبتقوله: بجد؟ وبتزقطط من الفرح، وبتاخد بعضها وبتطلع على أصحابها وبتتفق معاهم إنها هتكون مديرة أعمالهم وهم يتدربوا على المسرحية وهتعمل لهم الأكل. فبتسألها سيونغ: وهتشتري لنا سجاير؟ فبتقول لها: طبعا أنا هجيبهم لك أروسة أروسة، وعشان أنا مديرة أعمالكم ولازم أهتم بيكم يبقى لازم أعيش معاكم، ولازم أجيب كيونغ عشان يركز على الدور بتاعه. فبيرد صاحبها وبيقول لها: دور إيه؟ ده كل الحكاية سطرية. فبتتصدم، بس سيونغ بتطبل لها وبتديلها مفتاح البيت. وبيقضوا ال4 أسابيع حق وماء. وبيسألها: هو أبوكي بيشتغل إيه؟ بتقوله: تاجر ملابس. وفي نفس الوقت ده بيكونوا واقفين قدام محل من محلات أبوها وبيعجبوا فستان، وبيعرفها إنه هيشتغل دوام جزئي عشان يجيبه لها. فبتغير الموضوع وبتقوله: يلا ناكل توكوبوكي. بالليل بيتكلموا هيعملوا ايه في المسرحية، وبيوريها بقى أداؤه في التمثيل. قال لي السيد غودو إنه مش جاي النهاردة لكن هيجي بكرة إن شاء الله. فبتقوله: غودو مش هيجي أبدا، بس انت هتيجي صح؟ فبيقول لها: اوعي تقولي كده، ده انت العشق. وبيعرفها إنه قرأ قبل كده إن كمية الدموع ثابتة في العالم، وإنه لو بكيت حد تاني هيبطل بكا، علشان كده أنا هفضل أعيط علشان ما تعيطيش أبدا. فبتضحك وبتطلع تجري: استني يا بنت المجنونة. وبيطلع يجري وراها وبيناموا على الأرض ويتفرجوا على النجوم. وبنرجع من الفلاش باك
وهي بتقوله إيه ده، هو أنت لسه لابس نفس القميص من 18 سنة؟ ده المفروض يروح المتحف ولا أكون وحشتك. فبيضحك بسخرية وبيقول لها فكك مني، وبيبدأوا يتكلموا إزاي هيحلوا موضوع الإشاعات اللي طلعت عليهم. وقبل ما تمشي بتقوله ابقى العب رياضة عشان بقى عندك كرش. تاني يوم بتروح جيون تاكل مع جوزها وبتبدأ تكلمه كأنها بتتعرف عليه لأول مرة، فبيفرح وبيبدأ يصورها من غير ما تاخد بالها. عند كيونغ بيروح بيت أهله عشان يجيب إعلان عرض المسرحية اللي عمله زمان، وبيكون لسه محتفظ بيه، بس أمه ما بتصدق بقى وبتفضل تهزق فيه عشان لسه ما اتجوزش، وإنه مش كل شوية تروح فرح وتنقط. فبيهرب من قدامها بسرعة وبيتجمع كل الصحاب عشان ياخدوا الصورة الجماعية، وسيون بيكون معاها صورة قديمة ليهم مع بعض. وأول ما بتقول سيو إنها زعلانة عشان ما شافتش المسرحية بيسيحوا لكيونغ إنه نسي أصلا السطرين بتوعه، وقال سيو مش هتيجي أبدا، ومحدش عارف يشكمهم غير سيونغ. فبيخرسوا خالص وبيروحوا يتصوروا، والمصور بيكون ابن سيونغ وواوشي، وبيفضل كيونغ يتأمل سيو زي زمان مع حبة زعل وعتاب في عينيه. ولما بيرجع كيونغ بيدور على إعلان المسرحية بس بيفهم إن سيو أخدته. بالليل بتروح جيون عند مغسلة أم كيونغ وبترجع فلاش باك لما كان أبو كيونغ في العناية المركزة، وبتكون مبسوطة ليهم إن حياتهم بقت أحسن كتير عن زمان. في نفس الوقت ده كيونغ بيتعشى مع المديرة، والمديرة بتكون معجبة بيه من 10 سنين وحاولت معاه كتير بس كل مرة بيرفضها. فبترن عليه جيون عشان يقابلها وبيروح لها وبتعرفه إن هي اللي خلت حد يصورهم هو وأختها. فبيتصدم من العيلة الهبلة دي وبيسألها طب ليه؟ فبتعرفه إنها مش عاوزة أختها تسافر ولازم أختها تمسك الشركة مكانها لأنها بقت مريضة زهايمر، وجوزها الواطي بيستغل ده وهيستولى على الشركة وأختي هتتدمر ومحدش غيرك هيقدر يساعدها ويوقفها عن السفر. وفعلا بنلاقي كيونغ تاني يوم بيروح المطار وعلشان يوقفها بياخد منها الشنطة وبيطلع يجري، بس أمن المطار بيمسكه. وبعد ما الطيارة بتروح عليهم وأمن المطار بيتأكد إن هم أصحاب، بيكون كيونغ عاوز يخلع بس ما بتسكتلوش، مادام ضيعت عليا الطيارة يا تدفع يا أجي أعيش عندك. ويا ريت يا جماعة محدش يفهمها غلط، نيتها كويسة صدقوني. وأنا كنت خلفتك ونسيتك يا بنتي، ما تروحي أي فندق. والله طب تمام، التذكرة اللي انت ضيعتها عليا ب7,200,000 وون. فبيقول لها انتي هتهدديني، وبيبعت لها على طول باسورد الشقة. لما بتروح الشقة بتكلم اصحابهم وبتحكي لهم قد ايه كيونغ كان هيقطع نفسه عشانها عشان ما تسافرش وتسيبه. بالليل لما بيروح بتكون شربت عصير كتير ولابسة التيشيرت بتاعه كمان، فبيحاول يقومها بتقوم حادفة نفسها فوقه. المهم بتنام في حضنه، بس برغم كل اللي عملته فيه إلا إن هو لسه بيحبها وبيبقى خايف يستسلم تاني لحبها وترجع تدمره وتهجره. بنرجع شوية فلاش باك لما كان بيشتغل بدوام جزئي في فندق، وده اليوم اللي اكتشف كذبتها وإنها غنية ومش بتدرس معاه في نفس الجامعة. ولما أختها بتلاحظ نظراتهم بتساعدها عشان تشوفه وبتبقى لسه هتتكلم معاه، أمها بتيجي وبتجرحه بالكلام وبتنادي المدير علشان مش عاوزاه يقدم لهم الطلبات. تاني يوم بتروح له الجامعة عشان تعتذر منه، بس هو بيكون حنين قوي ومش بيبقى فارق معاه غير إنها بتحبه فعلا ولا لأ، وبيتأكد من حبها لما بتحضنه. لما بنرجع من الفلاش باك مامته بتكون جايباله هدومه بس بتلاقي جزمة بن، فبتستغرب تدخل بالراحة عشان تفهم فيه ايه بقى، فبتلاقي ابنها نايم على الكنبة فبتستغرب وبتمشي من سكات. ولما بترجع بالهدوم لجوزها بيستغرب بس بتحور عليه ان هو كبر خلاص ويجي ياخد هدومه بنفسه بقى. ولما بتصحى سيو بيقعدوا يشربوا قهوة وبيقول لها فاكرة اللي عملتيه امبارح؟ كل ده بسبب العصير اللي شربتيه يا هبلة، انت شربتي كمية كفيلة تخلص عليك. فبتعرفه انها فاكرة كويس واكيد مش هرمي نفسي على اي حد كده. وبعدين انت ليه منعتني اسافر؟ عايزة افهم. فبيفتكر لما اختها طلبت منه وطلبت انه ما
يعرفهاش إن هي السبب ولا يعرفها بمرضها. فبيقول لها عاوزك تفوقي لنفسك بقى وتبني حياتك قبل ما تعجزي، وبطلي هروب. اتخليتي عني بدل المرة 2، افلحي في حاجة على الأقل. كل اللي يهمني انت بتحبني ولا لأ. فبيسكت ومش بيقدر يرد عليها. في نفس الوقت ده بيكون قاعد كانغ مع صاحبه بيتفقوا على بيع الشركة، وبيعرفوا ان مراته قدامها سنة بالكتير وما عادتش هتقدر تخبي مرضها. بس الصدمة ان جي يون مش هبلة، لاننا بنكتشف ان هي حاطة واحد يراقبه ويوصل لها كل المعلومات. بالليل كيونغ بيبقى واقف قدام بيته مش عاوز يدخل، ولما بيدخل بقى بيلاقيها واكلة نودلز وبسكوت، فمش بتهون عليه للأسف وبيروح يجيب لها أكل. ولما بتقعد تاكل الأكل اللي هو جايبه لها بيتخانقوا مع بعض علشان مش عاوزة تروح بيتها بقى. والله طب خلاص بقى هسيب لك أنا البيت وامشي. وفعلا بياخدها من قصرها وبيسيب لها البيت ويمشي، وبيروح يا عيني ينام في الساونا، وهي بتبقى متضايقة لأنه عدى كذا يوم وهو مش عاوز يرجع برضه. وبترجع فلاش باك لما راحوا حكوا لأصحابهم برضه الحقيقة، بس هما مش بيزعلوا منها. وبما إن غنية بقى تعالي خرجينا بالعربية بتاعتك، عايزين نطلع رحلة. وفعلا بيسافروا بالعربية وبيقضوا وقت جميل كله لعب وهزار. وفي آخر اليوم بياخدوا صور للذكرى. تاني يوم بيصحى كيونغ ومش بيلاقيها، فبيطلع يشوفها راحت فين. فبيلاقيها قاعدة على البحر وعاملة جبل من الرمل وبتنادي عليه علشان يجي يحفر فيه. ولما بيحفر بيلاقي العملة بتاعته وهي بتفكره بيها، فبيضحك وبيكون مبسوط من شقاوتها ولطافتها دي. وبيروح يجيب لها الفستان اللي كان وعدها بيه، ولما بيديهولها مش بتكون عاوزة تاخده علشان أكيد غالي. فبيقول لها كده كده كنت هجيبهولك. وبيديلها كمان ساعة على شكل سلسلة وفيها العملة عشان تحتفظ بأول ذكرى ليهم، وبتبقى مبسوطة قوي. بس هي ما كانتش تعرف إن الساعة دي أصلا مسروقة. والله وأنا هقول لكم إزاي. دي أصلا هدية من مامته لأبوه، بس هو أخدها وحط فيها العملة. خرب بيت الحب وعمايله. اطمن سرب في بير. لما بنرجع من الفلاش باك بنلاقي سيو راحت له الشركة ومعاها شنطة هدومها وكده، استسلمت هي خلاص وسابت له البيت وودعته قدام صحابه ومشيت. تاني يوم بتروح سيو لسيون عشان يتكلموا مع بعض وتحكي لها عن كل اللي حصل. وهم بيتكلموا بتعرفها سيونغ انه يا ريت ما تشربيش تاني قدام كيونغ، لانه لما سبتيه للمرة التانية اتدمر ودخل المستشفى عشان يتعالج من الادمان وكان هيطرد من شغله. تزعل قوي وبتعيط وبتسيبها وتروح له. بالليل بتروح عشان تكلمه وبتبدأ تهزق فيه وهو مش بيبقى فاهم هي مالها الهبلة دي، وبتبدأ تلومه على إدمانه. فبيتعصب عليها عشان كده كنت بطلب منك تبطلي شرب. يخرب بيت الحنية، يخرب بيت الحنية بجد. وخلاص اللي حصل حصل ملوش لازمة الكلام بقى. فبتقوله بعد كل اللي حصل مش عاوز تلومني وتقول إني السبب. فبيرد عليها بمنتهى الوجع أنا جربت ألعب رياضة، جربت أجري، بس مفيش حاجة ساعدتني أفهم وجعي، مفيش حاجة ساعدتني أفهم سبتيني ليه، ولحد دلوقتي مش فاهم. ما كانش لازم تسيبيني كده وما كانش لازم ترجعي تاني. وبيعيطوا هما الاتنين قوي. وبيرجع فلاش باك لما سابته من غير أسباب ومع ذكرياتها ودموعه تموت فيه، وهي كمان بتفتكر لما سابته وكانت منهارة وكأنها مجبرة تمشي. وبعد ما بيخرجوا اللي جواهم بيطلب منها تبطل شرب، وهي بتعتذر منه وبتودعه لأنها قررت تبعد عنه وعن حياته وبتسيبه قاعد بوجعه وبتمشي. لما بتروح البيت أمها بتفضل تقنعها ما تسافرش وتمسك الأسهم بتاعتها. فبتقول لها أسهم؟ جبتي بنت غير شرعية وفضلتي نفياها بره لحد ما صعبت على جوزك واداني أسهم، فعاوزاني أكون بطاقة الائتمان بتاعتك. فبتتوتر وبتقول لها أختك تعرف؟ فبتتقهر قوي وبترد عليها ده كل اللي همك؟ مش عاوزة تعتذري مني حتى؟ فبتسيبها بسرعة وبتمشي وبتقعد هي منهارة في الأرض من الوجع. عند كيونغ بيصحى على صوت اتصال من سيونغ بتعرفه إنها عند بيت سيو عشان تطمن عليها، بس هي مش بترد وأنا خايفة. فبيروح على بيتها بسرعة وبيفتح الباب بس بياخد الصدمة، سيو انتحرت.
بتبدأ الحلقة بدخول كيونغ وسيونغ بسيو للطوارئ، وبيتعمل لها غسيل معدة وبتفوق. وفي الوقت ده بيكون كيونغ واقف بره وخايف عليها قوي. لما بتتحسن بيروحها كيونغ لبيتها، وبيبان عليه الزعل والخوف عليها، وبيسألها ليه عملتي كده؟ انت عاوزة تموتي نفسك؟ بتشربي وبتاخدي منوم، كل ده ليه؟ ما تكبرش الموضوع، انا بس كنت عاوزة انام ومش عارفة. وبتسيبه وبتدخل بيتها، وبيبان عليه فعلا انه خايف عليها. وبعد شوية بتتفاجئ سيو ان كيونغ جالها البيت، وبيدخل على المطبخ علشان يرمي كل العصير اللي عندها، وبيفضل يتخانق معاها علشان تفوق لنفسها بقى، لانه خايف عليها توصل لنفس حالته. فبتفضل تتخانق معاه، ولما بتزهق بتسيبه وتطلع اوضتها. وبنرجع فلاش باك وهي لابسة الفستان اللي اشتراه لها، وبيفضل يعاكس فيها شوية، وبتاخده علشان تجيب له تيشيرت هدية على ذوقها. ولما بتيجي تحاسب بيتفاجئ من فرق المستوى اللي بينهم، لأنه أمه بتاخد المبلغ اللي دفعته في التيشيرت ده بعد تعب شهر كامل، وهي راحت تدفعه بكل بساطة في حتة تيشيرت. بس هو مش بيحاول يبين لها إنه متضايق. ولما بتروح البيت بتبقى فرحانة ومبسوطة ومستنية منه أي مكالمة أو حتى رسالة، لأنه وحشها. وهو في الوقت ده بيكون بيظبط في المسرح هو واصحابه علشان المسرحية اللي هيعملوها، بس هو بيبقى لسه متضايق. واصحابه بياخدوا بالهم بالليل وهو مروح في الباص، بيلاقيها قاعدة بتستناه علشان يتعشوا سوا، وهو بيكون عاوز يعزمها على لحمة، بس هي بتستغرب علشان هو عارف انها بتحب التوكوبوكي. وهم بياكلوا بتحس انه متغير، فبتسأله مالك اتغيرت معايا ليه؟ ده كله علشان عرفت ان انا غنية. فبيتضايق وبيمشي. ولما بتحاول توقفه بيتعصب عليها، صعب عليا اتعامل عادي، مستوى اللي حواليا زيي، انا بحاول اعمل حاجة علشانك، ليه ما تاكليش معايا لحمة وتحسسيني اني عملت حاجة علشانك؟ عاوز ابان قدام نفسي اني قادر اعملك حاجة. فبتستغرب انت مالك مكبر الموضوع ليه؟ ايه المشكلة؟ فبيعرفها المشكلة في القميص اللي جبتيه، امي محتاجة تشتغل شهر كامل علشان تجيب الرقم ده اللي انت دفعتيه في حتة بلوزة. وبيبقى مقهور قوي وبيعيط لانه عارف انه مش ذنبها، بس غصب عنه حاسس بفرق هو مش قادر عليه. وهي بتفضل تعيط وبتقوله اسفة اني جبتلك قميص وما فكرتش في مشاعرك. وبتسيبه وتمشي. تاني يوم بتكون زعلانة قوي ومش بتاكل ولا بترد على كيونغ، وبتكتئب لدرجة انها بتتعب وبتدخل المستشفى. ولما بتتحسن بتاخد قرار وبتعرف مامتها انها خلاص موافقة تسافر زي ما كانت عاوزة. بس سيو بتكون مقهورة قوي، واحساس انها غير مرغوب فيها ده كان وجعها قوي. وفعلا بتسافر، وكيونغ يا عيني بيبقى متدمر وحاسس ان حياته وقفت عنده. لما بنرجع من الفلاش باك بنلاقي كيونغ قاعد يبعت طول الليل في مقالات لسيو عن مخاطر الإدمان، علشان تاني يوم بقى يتفاجئ إنها بتستناه. ولما بتاخده وبيقعدوا سوا بيسألها إيه مصحيكي بدري كده؟ انت بتهزر معايا؟ ما انت طول الليل عمال تبعتلي عن الإدمان وأضرار الإدمان، انت مفكرني مدمنة؟ فبيقول لها لا ده بالصدفة. فبتنتقم منه وبتمشيه حافي على الزلط. ولما بتروح عشان تغسل رجليها بيلاقيها مش عارفة، فبيغسل لها رجلها. لا ومش كده وبس، ده كمان بينشفها لها. بتروح سيو لأختها، واختها بتحاول تقنعها انها ما تسافرش، بس سيو بتعرفها ان الشركة مش من حقها لان ده مش ابوها الحقيقي، وكتر خيره انه رباني وعاملني كأني بنته. في نفس الوقت ده بيكون كان بيقنع واحدة من المساهمين تبيع أسهمها، فبتعرفه إن أسهمها مش هتعمل حاجة قدام أسهم مراته. وبعدين ليه عايز تبيع الشركة؟ أنا شايفة إن الشركة في أحسن حال يعني. فبيعرفها إن ده دلوقتي، بس للأسف مراتي عندها زهايمر والشركة هتتدمر كده كده، لأن سيو مش بتاعت شغل وبيبان عليها إنها مش طايقاه، بس بتوافق. ولا إحنا والله طايقينه. بالليل الواطي كان بيقابل
سكرتيرة مراته وبيديها دواء علشان تحطه لها في القهوة بتاعتها، وشكله هو السبب في مرضها، وبيحذرها انها تاخد بالها كويس لان مراته ذكية. في نفس الوقت ده مامة كيونغ بتشوفه نايم في الشارع، فبتفتكر زمان لما كان بيعاني من الإدمان، وبتخاف قوي لا يكون رجع يشرب، بس بتطمن لما بيكلمها وبيطلب منها تدعي لواحد صاحبه عشان هو بيشرب وإنه حياته صعبة قوي وهو خايف عليه بجد. في الأثناء دي بنلاقي جيون عند مامتها في المستشفى، وبتفضل تقول لها انتي لازم تهتمي بأختي شوية، وأيا يكن ايه اللي حصل بينك وبين أبويا أختي ذنبها ايه. وبتتعصب أنا تعبت من كتر ما حاولت أخليكي تقربي منها وتحبيها، وبتبقى فعلا زعلانة على أختها وعلى الحالة اللي وصلت ليها بسبب مامتهم. تاني يوم بيوصل ظرف الكنغ من واحدة بتهدده بموضوع العلاج اللي بيحطه لمراته، وشكل كده الموضوع كبير وهنعرف ده بعدين. عند كيونغ بيكون بياكل مع صحابه لأنه هيسافر يتدرب في شيكاغو، وبيسأله صاحبه هيسافر امتى، بس كيونغ مش بيكون مهتم بالسفر، فبيتعصب عليه صاحبه انت بطلت تهتم بحياتك علشان سيو من تاني. فبيقوله لا مش كده، هي بتمر بظروف صعبة ولازم أكون معاها وأنا خايف عليها. فبيتعصب عليه لأنه خايف عليه فعلا من دخول سيو لحياته من جديد. انت خايف على اللي دمرت حياتك واحنا خايفين عليك، انت عارف حالتنا كانت عاملة ازاي لما فكرنا انك هتموت. فبيرجع فلاش باك لما كانت حياته متدمرة بسبب خروج سيو، وانه كان دايما بيشرب لدرجة انه مش بيركز في شغله، ولما بيخرج مع اصحابه بيفضل يشرب لحد ما بينهار وبيقع في وسط اصحابه. حتى مامته كانت بتعاني معاه لدرجة انه بيزقها من غير ما يحس، فبيزعل من نفسه قوي وبيكلمها يعتذر لها لانه خلاص ما بقاش عارف يسيطر على نفسه، وبيفضل يعيط. تاني يوم بيكون قاعد في اجتماع وبتبعت له سيو إنها عاوزة تشوفه في الملعب اللي كانوا بيتقابلوا فيه زمان. بالليل بيروح يقابلها فعلا وبيسألها جبتيني هنا ليه، فبتعرفه إنها قررت تسافر والمرة دي بجد، لأن كل كلمة وكل موقف وكل نظرة منك بتخليني أفكر إنك بتحبني. انت عارف أنا باجي هنا دايما وبستنى يمكن أشوفك زي زمان، بس انت مش بتيجي. المرة دي همشي، ولو حاولت توقفني يبقى انت لسه مش متأكد من قرارك ناحيتي. وبتسيبه وتمشي وهو بيبقى قاعد محتار. لما بيروح بيفضل يفتكر كل كلامهم سوا وكل ذكرياتهم، وبيقرر يرمي القميص بتاعها في الزبالة بس مش بيقدر، وبيروح على مغسلة أبوه علشان يصلحوا له القميص ويغسلوه، بس بيقولوا له يرميه أحسن. فبياخده وبيقول لهم هوديه مغسلة تانية مادام انتوا مش عارفين تعملوه. وبيطلع يجري عند سيو بتكون قاعدة في أمان الله، وفجأة تلاقي الباب بيتفتح عليها وبيطلع جوزها السابق داخل عليها، وهي بتبقى مرعوبة منه وبتسأله انت جاي هنا ليه، فبيعرفها انه عاوز يرجع لها وانها من غيره ولا حاجة. وبيبقى مجنون قوي وبيقول لها انا بطلت مخدرات حتى شوفي، فبترفض ترجع له. والباب بيخبط وبيطلع كيونغ فبيروح طلقها علشان يفتح له. تفتكروا ايه هيحصل لما يفتح الباب؟ وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وهتابع رأيكم في الكومنتات.